السلام عليكم. طبعا معظمنا او كلنا عارفين مسلسل لعبة الحبار. المسلسل ده من انتاج نتفليكس وتمثيل واخراج من كوريا الجنوبية. الجزئين اللي فاتوا، الجزء الاول انتهى على ان البطل هو اللي فاز في الاخر بكل الفلوس، والجزء التاني انتهى ان البطل قرر يرجع اللعبة عشان يوقفها، وبيدخل في معركة مع حراس اللعبة لكن بيخسر لان الحراس عددهم اكبر، وصاحب البطل خانه او خاف يجيب الذخيرة عشان يقدروا يواصلوا. نيجي بقى لسؤال الحلقة: ليه لعبة الحبار ترند رقم واحد في العالم؟ الاجابة ببساطة انك مش هتلاقي فيلم او مسلسل فيه مغامرة واثارة وتشويق زي ده. فكرة ان 456 بني ادم بيراهنوا بحياتهم عشان واحد بس يكسب 46 مليار، وان دي هتخليك ما ترمش بعينك وانت بتتفرج لاخر حلقه. فبتصادفك احداث ان الام بتقتل ابنها علشان ما يقتلش ام زيها، بعد كده بتنتحر، وبيوريك طمع الناس وحبهم للفلوس رغم ان قصاد الفلوس دي حياتهم، وبيوريك التضحيه ان بطل الفيلم بيقرر يموت نفسه عشان الطفله تعيش. وفي الاخر اللعبه دي بتنتهي طبعا لما تكون الشرطه قربت توصل. فالمسلسل ده ياخد 11 من 10 ونجمه من حيث كل حاجه بقى. وبس كده، سلام.